تعالوا هنعمل بقى مع بعض النهارده ايس كريم كده بطريقه جديده وبدون فاكهه. يعني لو مش عندك فاكهه ده بديل الفاكهه اللي احنا ممكن نستخدمه بيها. احنا هنعمل معانا ايس كريم النهارده بالجيلي الفراوله. بالجيلي الفراوله ان شاء الله هنعمله، هيطلع معاكي احلى ايس كريم زي بتاع بره بالظبط. يلا بقى نبدا نقول بسم الله كده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما ننساش بقى نعمل اشتراك للقناه ولايك وشير للفيديو ونفعل زر الجرس وندوس على كلمه الكل. شايفين قوامه ناعم وحلو جدا وسهل قوي وبطريقه سهله برضو. هنقولك على كل حاجه دلوقتي. هنا معايا كده بقى معايا كيس جيلي اي نوع بقى، دريم اي حاجه. بصوا انا جبت اللي متوفر قدامي كده. ده كيس جيلي بالفراوله تمام. هنا طبعا مسخنه ميه جنبيه. احنا هنفضي الكيس وهنحط عليه كوبايه ميه مغليه عشان يدوب معاكي على طول ويفك على طول معاكي. ده كده الكيس اهو زي ما انتم شايفين. هنحط عليهم حوالي 4 معالق سكر او 5 معالق سكر. السكر علشان الكريمه اللي احنا هنحطها يبقى خام بدون سكر، فالسكر ده بدوبه الاول كده مع الجيلي والميه السخنه زي ما انتم شايفين اهو. كده كوبايه الميه السخنه، ميه مغليه تمام، يعني ميه مغليه مش دافيه، لا ميه مغليه عشان الجيلي يفك معاكي على طول ويسيح معاكي. كده خلاص قلبي بقى شويه حلوين قوي كده لغايه ما يفك معاكي وحطيهم على جنب يبردوا او حطيهم في التلاجة. خلاص كده ده كده هنركنه على جنب. معايا ايه بقى هنا؟ معايا كوبايه كريم شانتيه على باستري كريم، يعني هي كوبايه كامله، نص كوبايه باستري على نص كوبايه كريم شانتيه خام اللي هو الكريم الخام. هنا هنحط عليهم كوبايه ميه ساقعه واضربيهم بقى في الكبه. عندك مضرب كهربائي اضربي زي ما انت عايزه. هنخلطهم حلوة قوي. لو وصلتي معايا لغايه هنا صلي معايا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا نحط بقى نص كوبايه تاني. حطينا كوبايه كريم شانتيه على باستري كريم وعليهم كوبايه ميه ساقعه قوي متلجه، واحتاجت معايا نص كوبايه ميه ساقعه تاني. بس كده احنا مش هنحط ميه تاني بقى، وهنقول لكم الخطوه الجايه احنا هنعمل فيها ايه. كده زي ما انتم شايفين الكريمه تقلت معايا كده حلوه قوي. خلاص هنحط بقيه الميه اللي معايا. كان باقي معايا معلقتين يعني، حطيناهم وضربناهم كده. هنضرب الكريمه حلوه قوي وبعد كده هنيجي جايبين بقى الجيل اللي احنا عاملينه وفكينه وبرد معاكي. اهم حاجه ان هو يبرد معاكي قوي، يعني ما ينفعش تحطيه سخن هيسيح معاكي الكريمه على طول. هنا هنحطه بقى كده زي ما انتم شايفين على الكريمه اللي احنا ضربناها واضربيهم كده. خلاص بقى معاكي احلى ايس كريم بطعم الفراوله. عايزه تعملي بقى اي طعم انت حباه، بالمانجا بالخوخ بالمشمش، اي طعم انت عايزاه هتعمليه بنفس الطريقه دي كده اهو كده. وطبعا احنا مجهزين معانا علبه او اي حاجه مقفوله بغطا حطيه فيها عشان تحطيه في التلاجة. كده خلاص هنضربه تاني بقى معاكي. اضربيه حلو قوي لغايه ما تلاقي قوامه تقل شويه كده وخلاص. وكده هيخلص معانا وبقى تمام وجاهز. بنحطيه في علبه بقى ونحطيه في التلاجة. لو وصلتي معايا لغايه هنا بقى منساش نعمل متابعه للصفحه ولايك وشير للفيديو وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. كده خلاص اتضرب معايا وبقى جاهز قوي. حطينا بقى في علبه كده. علبه دي كبيره خدت كميه حلوه، يعني طلع معايا كميه حلوه. هنغطيها وتشيلي في التلاجة بقى. حطيه في التلاجة حوالي 4 ساعات كده. كده هتلاقيه جمد معاكي وتلج. ده بعد ما كده جمد معايا طلعته. ده كده كان شكله. طبعا بقى هنحطه بقى في ايه؟ في عندك بقى بوله. انا كان عندي كوبايات الورق دي بصراحه الكرتون اللي هي بتاع القهوه او الشاي. حطيت فيها بصراحه. دي وفرت عليا كتير بقى بدل ما نقعد نغسل مواعين ونغسل كوبايات لا دي وفرت عليا كتير حلوه قوي. كده حطينا. شايفين هو مسك في التلاجة. حطيته 4 ساعات مسك زي ما انتم شايفينه كده وكان طالع معايا بالقوام ده. وبرده حطينا في طبق. برده هنعمل ايه؟ حكم القوي بقى. المهم المهم كده زي ما انتم شايفين ده كده اهو قدامكم وكان طالع فعلا طعمه جميل جدا. مفرقش كتير عن الجاهز. عندك بقى انت عايزه تعمليه بفراوله خام او بفراوله فريش كده او مفرزاها هتعمليه بنفس الطريقه. بدل الجيلي هتحطي فراوله، يعني هتضربي الفراوله برضو تبقى خام كده بدون ميه وتضربيها حلوه قوي قوي قوي. وهتحطي الكريمه مع كوبايه الميه وتضربيهم بقى لغايه ما يتقلوا معاكي كده. والزوادي عايزه زوادي سكر تمام، مش عايزه خلاص سيبيها. هنا ده شكله اهو كده معايا. كان طالع طعمه حلو جدا وعجب الاولاد. ولو انت بتعملي الطريقه دي او عملتيها وعجبتك تكتبي لي كومنت حلو بقى كده ولايك. اهم حاجه اللايك لو الفيديو عجبك.
اعملي لي اشتراك بقى واشتركي في القناه وتفعلي لي زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل، ودعمكم معايا بقى ودعواتكم معايا ان شاء الله، وانا مش هكبر الا بيكم باذن الله.